معاك إيصال أمانة وعايز تاخد حقك. قدامك طريقين: الطريق الجنائي اللي هو طريق الحبس، والطريق المدني اللي هو طريق الفلوس. تاخد أي طريق فيهم؟ ده اللي هنعرفه النهاردة، وكمان هنعرف حيل الدفاع في كل طريق منهم. بداية عشان ما تفوتكش كل معلوماتنا القانونية، انزل اعمل فولو وسبسكرايب عشان توصلك كل فيديوهاتنا. والاختيار بين الطريقين ما بيبقاش واحد لكل الناس، فبناء على طبيعة الشخص المشكو في حقه بنختار الإجراء المتبع. فلو كان الشخص المشكو في حقه بيخاف من السجن وبيعمل حساب لصدور حكم قضائي بحبسه، هنا بنلجأ للطريق الجنائي. فالطريق ده بيمثل وسيلة ضغط قوية على الشخص ده. أما لو كان الشخص المشكو في حقه من ذوي الأملاك وعنده حسابات بنكية بنضمن التنفيذ عليها، هنا بنلجأ للطريق المدني، وبيكون الطريق ده هو الطريق الأفضل. ولو عجبك محتوانا واستفدت منه، ادعمنا بلايك عشان الفيديو يوصل لغيرك والكل يستفيد. ونتقابل إن شاء الله في معلومة قانونية جديدة.